مرحبا، أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. اليوم رح نعمل مع بعض البسكويت المالح، وصفة مناسبة كتير للشتوية وأجواء الشتوية، مكونات بسيطة وطريقة كتير سهلة. وهلأ بلا ما أطول عليكم يلا نشوف الطريقة والمكونات ونبلش. وهلأ رح نحضر للعجينة. بجات رح ننزل نص كاسة من الحليب الدافي، فوق رح ننزل 40 جرام من الزبدة الدايبة ونص معلقة صغيرة من الخميرة، نعمل لهم تقليبة صغيرة. بعدين رح ننزل طحين معي من كاسة لكاسة ونص. أول شي بحط كاسة وبترك النص لآخر شي حسب ما بتحتاج العجينة. بعدين بنزل نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر ورشة صغيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الأوريجانو، بتعطي نكهة كتير طيبة. وهلأ رح أزيد النص أول بأول حسب ما بتاخد العجينة معي. وأهم شي العجينة لازم تكون طرية بس بنفس الوقت ما تلزق. بضلني أضيف طحين لحتى ألاحظ إنه صار قوامه بهذا الشكل، شايفين؟ وأنا زاد عندي طحين، يعني تقريبا أخذت العجينة معي كاسة وربع تقريبا. بجات نضيف رح أحط رشة طحين وأحطها وأغطيها وأترك العجينة ترتاح تقريبا شي نص ساعة. وهيك بعد ما مرق نص ساعة بطلع العجينة وبحاول أقسم القسمين يكونوا قد بعض، وبكورن هيك وكمان بغطيهم وبتركهم كمان يرتاحوا تقريبا شي 10 دقايق. وهيك بعد ما مرق 10 دقايق باخد قطعة من العجين وببلش افردها. برش رشة طحين وبحاول افردها بسماكة تكون رقيقة. اذا بتحبوا البسكوت يكون اسمك بشوي بتقدروا تسمكوا العجينة، بس انا حبيت اعملهم رقاق لحتى يكونوا يقرشوا اكتر. شايفين؟ وبأي قطعة، انا عندي هاي القطعة شكل مستطيل هيك، بقطع كل العجينة، واللي بيزيد هيك العجين كلياته برجع بعجنه بستخدمه مرة تانية. وهيك انا عملت السماكة، شايفين؟ رقيقة كتير. وبعد ما خلصت عملوا معي تقريبا 3 ثواني، رح اجيب شوكة واعمل بكل قطعة هيك ثقوب، شايفين؟ وبعد ما اخلص كل الكمية برش رشة صغيرة من الملح الخشن، بيعطي نكهة كتير طيبة. انا لهيك انا ما كترت ملح بالعجينة لاني عارفة اني بدي احط اخر شي ملح خشن. مشان الفرن رح نفوت الصينية على فرن محمى قبل بوقت، بنحط الصينية بالرف الوسط حرارة 170 مو أكتر من هيك، بس ياخدوا لون من تحت بنشغل عليهم الشواي من فوق. وهيك بعد ما طلعوا تركتهم يبردوا بالصواني، بعدين بلشت أشتغل فيهم. هاي البسكوت بعد ما برد أنا عملت على طرف لبنة عادية، خلطت مع شوي من النعناع اليابس وحطيتهم بكيس الحلواني وعملت هيك الشكل، شايفين؟ إذا بتحبوا تقدموه هيك يعني فكرة كتير حلوة. شايفين؟ بسكوت مالح يعني مع لبنة، زينت بالبندورة والنعناع الأخضر. وبتقدروا هيك، شايفين؟ شوفوا، تقدروا تاكلوه هيك لحاله بشهي، لانه طعمة الاوريجانو شوفوا القرشة اللي فيه بشهي القلب، والريحة ما بتتخيلوا الريحة ما اطيبها. شايفين؟ هاي اللي عملتن مع اللبنة والنعناع وزينتهم بالبندورة. وهدول عملتن هيك جبنة كريمية وحطيت شوي من الخيار، شايفين؟ بيعطي كمان شكل حلو. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى من كل قلبي الفيديو يكون عجبكم. اذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تدعموني وتشتركوا بالقناة. اشوفكم فيديو جديد، باي باي.